السلام عليكم. أنا شخص مش بحب سخونة الشمس ومش بحب الصيف، وعلشان كده أنا عاوز لما أفتح البلكونة أو أقف في البلكونة ملاقيش الشمس السخنة ضاربة في وشي ومخلية البلكونة قطعة من الجحيم ومخلية البيت كله سخن. بافتراض إن قدامك كومباوند كبير وفيه شقق كتير ومتاح ليك حرية اختيار الشقة اللي تعجبك، او بافتراض ان انت مهندس وناوي تصمم عقار سكني او تخطط كومباوند بالكامل او حي سكني، ايه هو افضل اتجاه لشراء شقتك الجديدة او بناء بيتك الجديد؟ يعني افضل ناحية ممكن بلكونتك تطل عليها، وايه هي افضل ناحية نوجه ليها المباني اللي هننشئها في المستقبل؟ لان للاسف معظم المهندسين اللي بيخططوا المدن الجديدة في مصر مش بياخدوا في حسابهم الموضوع ده نهائي، مع اني شايفه عنصر مهم جدا في راحة السكان في السكن. لو انت مش عاوز تكمل الفيديو ومش بتحب الكلام عن حركة الشمس في السماء ومش غاوي معلومات جغرافية وفلكية، فانا هجيب لك من الاخر واقول لك انه افضل اتجاه لشراء شقتك هو اتجاه الشمال الشرقي، يعني بحري شرق. عندنا في مصر بنقول على الشمال بحري وعلى الجنوب قبلي، لكن انا هنا بكلم معظم العرب فهقول شمال وجنوب، مش هقول بحري وقبلي. اتجاه الشمال الشرقي بزاوية ميل حوالي 30 درجة ناحية الشرق، يعني تكون شمال اكتر ما تكون شرق، هو ده افضل اتجاه لبلكونتك ولشقتك. لكن اتجاه الشمال بالظبط هيكون سيء، واتجاه الشمال الغربي هو من أسوأ الاختيارات، والكلام ده ينطبق على البلاد الواقعة شمال مدار السرطان، يعني النطاق ده اللي فيه الكويت وبلاد الشام وشمال السعودية والأردن ومعظم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. طيب ليه بقى أنا بفضل الشمال الشرقي؟ شوف كده شرق وكده غرب، والدايرة دي كأنها قبة السماء اللي بتمشي فيها الشمس، يعني الشمس بتطلع من هنا وتغيب من هنا، والخط ده هو لحظة أذان الظهر يعني منتصف النهار. تعالوا نعرف حركة الشمس في قبة السماء خلال فصول السنة الأربعة. الشمس في 21 مارس آذار و21 سبتمبر أيلول بتطلع من الشرق تماما وتغيب في الغرب تماما وتميل بمقدار ملحوظ ناحية الجنوب كلما اقتربت من لحظة الظهيرة، ويكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة في بداية الربيع وبداية الخريف. يعني لو بلكونتك ناحية الشمال تماما فانت مش هتشوف الشمس نهائيا، وتقدر تركن عربيتك قدام بيتك ومش هتيجي عليها الشمس نهائيا لأن ظل بيتك هيكون مضلل الشارع قدامك. ولو بلكونتك ناحية الجنوب فانت هتشوف الشمس طول النهار والشارع تحتيك هيكون شمس اليوم كله، ده في مارس وسبتمبر. أما في الشتاء في ديسمبر كانون أول ويناير كانون التاني، فتشرق الشمس من الشرق الجنوبي وتغرب في الغرب الجنوبي، وفي وقت الظهيرة تميل الشمس أكتر ناحية الجنوب عما كانت عليه في مارس أو سبتمبر، وده بيكون أقصر مسار تقطعه الشمس في قبتنا السماوية، وبالتالي أقصر نهار بيحصل في حوالي 23 ديسمبر، وطبعا أطول ليل. يعني البلكونة الشمالية البحرية استحالة تشوف الشمس في الشتاء، والبلكونة الجنوبية القبلية بتشوف الشمس من أول النهار لآخره، ودي ميزة اتجاه الجنوب إنه دافي جدا في الشتاء. أما في فصل الصيف يونيو حزيران ويوليو تموز فتشرق الشمس من الشرق الشمالي وتغرب في الغرب الشمالي، وفي وقت الظهيرة صيفا تميل الشمس ناحية الجنوب بمقدار بسيط على حسب المسافة بينك وبين مدار السرطان، وده بيكون أطول مسار تقطعه الشمس في السماء. ونهار 21 يونيو بيكون أطول نهار في كل السنة، وطبعا أقصر ليل. إذا في الصيف البلكونة الشمالية هتشوف شروق الشمس على إيدك اليمين في الصباح، وهتشوف غروب الشمس على إيدك الشمال في آخر النهار، وهتختفي عنك الشمس فقط من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 عصرا تقريبا. أما البلكونة الجنوبية فهتشوف شمس الظهيرة فقط وبزاوية شبه عمودية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 عصرا. علشان كده فأكبر مقلب ممكن تاخده إنك تشتري شقة بواجهة شمالية غربية وتكون فاكر إنك مش هتتأذي من شمس الصيف، لكن هتيجي في عز الصيف تلاقي الشمس خابطة في عينك ومولعة بلكونتك لو اتجاهك شمال غرب، لأن شمس العصرية من منتصف مايو وكل يونيو ولغاية نهاية يوليو تقريبا بتكون جاية من اتجاه الغرب الشمالي، ودي أسخن شمس على مدار السنة. أما لو بلكونتك شمال شرق فأنت هترحم نفسك من شمس العصرية في الصيف، وطول السنة
مش هتشوف شمس العصرية السخنة، وهتستمتع بمناظر جميلة لو الأفق قدامك مفتوح، اللي هو منظر شروق الشمس في الصبحية ومنظر شروق البدر بعد الغروب. أنا بعشق يا جماعة منظر شروق القمر الكبير الأصفر ده. العيب الوحيد في اتجاه الشمال الشرقي إنه طبعا هيحرمك من شمس الشتاء، وهتشوف حوالي 3 ساعات من شمس الصباح في الصيف، لكن شمس الصباح محتملة ومعقولة عن شمس العصرية. انت كده عرفت مسارات الشمس في قبة السماء، وشوف بقى انت تحب تختار ايه. وعموما شمس الشرق قبل الظهيرة بتكون محتملة وأبرد كتير من شمس الغرب بعد الظهيرة، علشان كده اتجاه الغرب ده من أسوأ الاتجاهات في حرارة الشمس، واتجاه الشمال الغربي هو خدعة كبيرة. الفيديو المكمل للفيديو ده كنت عملته من حوالي سنة، وكان بيتكلم عن طول نهار القطب الشمالي وكيف تحدث فصول السنة الأربعة. على فكرة الغروب السنة دي في مصر في شهر يونيو ويوليو هيكون حوالي الساعة 8 مش الساعة 7، لأن الحكومة المصرية قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي بداية من آخر إبريل 2023. بشكرك بجد إنك عملت لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.